السلام عليكم. بنصور معاكم النهاردة من مسار مترو اسكندرية بمنطقة فيكتوريا، لكن للأسف مش بنصور مسار المترو كمتابعة لآخر التطورات، ولكن بنصوره كتوثيق لحادثة مؤلمة حصلت أثناء العمل في إنشاءات مسار مترو أبو قير أو مترو اسكندرية. للأسف من يومين فاتوا حصلت حادثة هنا في نفس المكان في مسار مترو اسكندرية ما بين محطة فيكتوريا ومحطة محمد نجيب، تحديدا أمام فتح الله ماركت. تم سقوط 2 من العمال القائمين بأعمال المترو من فوق جسر المترو، وللأسف نتج عن الحادث وفاة أحد العمال والعامل التاني في المستشفى بإصابات خطيرة. وزي ما هنشوف في التصوير قدام في الفيديو هنلاقي ان على طول المسار في المنطقة هنا تحت جسر المترو في آثار هدم وكسر كتير، اللي كان مكانها طبعا محلات فيكتوريا وفي شارع الملك حفني هنا، فالمكان كمان مش متساوي ولا ممهد، يعني اللي هيقع من فوق الجسر غير انه واقع من مسافة عالية زي دي، ده كمان هيتخبط في كسر وحجارة، مش واقع على رملة مثلا. يعني هنقول ايه، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه ويتغمده بواسع رحمته، وربنا يشفي طبعا العامل اللي لسه في المستشفى، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. نتمنى ان دي تبقى يعني اول حادثة في مترو اسكندرية او في اعمال الانشاءات، وتبقى اخر حادثة باذن الله، ما نتمناش نشوف حوادث زي دي تاني. بالنسبة لتفاصيل الحادثة انا سألت حد من اللي هم في المحلات اللي قصاد المسار جنب فتح الله، فسألته عن الحادثة، قال ان هو العامل كان بيحط رجله تقريبا يعني على اخر السور، فطبعا اختل توازنه فوقع، يعني ربنا يرحمه، هنعمل ايه. في ناس طبعا شافوا الحادثة وفي ناس كانوا موجودين وقت الحادثة سألناهم وقالوا ان ده اللي حصل، يعني ان هم وقعوا بالطريقة دي. هنلاحظ حتى ان احنا صورنا برضو في عمال فوق الجسر كانوا واحنا بنصور قريبين جدا برضو من طرف الجسر، يعني قريبين جدا جدا من السور اللي هو لسه ما اتبناش حاليا، يعني حاليا شايفين كل السندات الحمراء دي الحديد دي اللي هيتبنى مكانها السور بقى اللي هو هيغطي المسار او هيغطي الجسر نفسه. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى اقابلكم في فيديوهات احسن من كده واخبار احسن من كده، بس طبعا ده خبر مهم وكان لازم نغطيه. ولو مهتمين باسكندرية وكل اخبار اسكندرية اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد.